تخيل إن في 3 أشخاص مهمتهم في الحياة إنهم يحافظوا على إضاءة واحدة بس تكون شغالة دايما عشان توجه مئات السفن في المحيط بالليل، وفجأة وفي ليلة واحدة ال3 أشخاص بيختفوا نهائي. المنارة شغالة والباب مقفول والأكل جاهز، لكن مفيش أي كائن حي. دي حكاية لغز منارة فلانان. أهلا بيكم. لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش الاشتراك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. قصتنا بتبدأ في ديسمبر 1900 في جزر فلانان النائية قرب الساحل الغربي لاسكتلندا. الجزيرة دي اسمها الجزر السبعة، وهي مكان عاصف ومخيف. مهمة حراسة المنارة كانت وظيفة صعبة بتحتاج صبر وعزلة، لكنها كانت مهمة أساسية لإنقاذ السفن. في الرحلة دي كان في 3 حراس: جيمس دوكت القائد صاحب الخبرة الكبيرة، وتوماس مارشال، ودونالد ماك. ال3 دول شغلهم بيكون لمدة 6 أسابيع لوحدهم تماما لحد ما توصل سفينة الإمداد اللي بتغير الطاقم كله. أول علامة ظهرت يوم 15 ديسمبر 1900. في اليوم ده كان في سفينة معدية جنب الجزيرة، والكابتن لاحظ حاجة مش منطقية. المنارة كانت مطفية في عز العاصفة، النور الرئيسي كان طافي تماما. الكابتن بلغ عن الخطر ده بمجرد ما وصل للمينا. سفينة الإمداد اللي كانت بتوصل لهم الأكل والشرب اتأخرت على وصولها لأن الطقس كان سيء جدا، وده اللي خلاها متقدرش توصل الجزيرة إلا بعد 11 يوم. لما وصلت السفينة ونزل الحارس الاحتياطي جوزيف عشان يحل محل واحد من الطاقم، أول حاجة لاحظها جوزيف إن فيه هدوء تام على الجزيرة. ما كانش فيه أي استقبال ليه، ومفيش أي حركة أو صوت في الجزيرة. كمان لقى باب المنارة الرئيسي مقفول بالمفتاح من بره، وده غريب جدا لأن عمر ما حد بيقفل الباب على نفسه كده. وبعد ما فتح المنارة ودخل لقى باب البرج الرئيسي اللي بيطلع على فوق النور مقفول هو كمان فيه، وده بيوضح إن في إجراءات أمنية غريبة اتعملت. بس مين اللي عملها؟ ومين اللي قفل على مين؟ ولما دخل جوزيف أوضة المعيشة بتاعتهم لقى مشهد مش منطقي. الأكل بتاعهم محطوط عادي، لحوم وبطاطس، بس نص الوجبة بس اللي اتاكل، كأن الرجالة دول كانوا بياكلوا العشاء وفجأة في لحظة واحدة قاموا وسابوا الأكل ومشوا. كمان كان في كرسي واقع على الأرض، كأنه وقع بسبب حركة سريعة جدا أو مشادة ما بينهم مثلا أو فزع جماعي. أما في أوضة هدومهم لقوا كل الملابس الشتوية التقيلة بتاعت الرجالة، لكن كانت بدلة بحارة واحدة بس هي اللي مش موجودة. تمام، طب ليه 3 رجالة يخرجوا في الجو ده من غير جواكتهم التقيلة؟ ما ده كده بيأكد إن الهروب كان في حالة هستيرية. حتى الدفايات بتاعتهم كانت باردة، والساعات في المكان واقفة. كل شيء كان بيدل إن الحياة وقفت في المكان ده فجأة. لما جت الشرطة عشان تحقق في الموضوع، اللغز زاد تعقيد أكتر. فحصوا دفتر المذكرات الرسمي اللي بيسجلوا فيه حالة الطقس، وده كان الجزء الغامض جدا. يوم 12 ديسمبر توماس مارشال بيكتب عن عاصفة ما حصلتش قبل كده وعن الخوف اللي حصل لهم. وتاني يوم مارشال بيكتب إنهم بيستخبوا من العاصفة وإنه بيطلب النجدة من ربنا. العجيب إن سجلات الطقس الرسمية في المنطقة دي بتأكد إن الجو كان هادي جدا في اليومين دول. أما يوم 15 ودي كانت آخر ملاحظة، القائد جيمس كتب: العاصفة انتهت، البحر هادي، كل شيء بخير. طب إزاي يكتب الجملة دي رغم إن نور المنارة كان مطفي؟ وده التناقض اللي مش منطقي. إزاي كل حاجة كويسة والإضاءة مطفية؟ طب ليه كذبتم في وصف العاصفة؟ لما فحصوا الجزيرة من بره لقوا أدلة بتقول إن في قوة طبيعية مش عادية. المنصة الغربية اللي بتقف عليها السفن كانت متدمرة نهائي رغم إنها عالية حوالي 33 متر فوق مستوى سطح البحر. أما الألواح المعدنية اللي كانت متثبتة في الأرض اتكسرت، وفي صندوق كبير كان مليان حبال وزنه بيوصل لطن اختفى من مكانه. القوة المجهولة اللي عملت كل ده مستحيل تكون بسبب عاصفة عادية. ده كان دليل على إن موجة عملاقة وقاتلة جت فجأة من مكان غير متوقع وضربت الجزيرة بقوة لا يمكن نتخيلها. التحقيق الرسمي وقتها وصل لاستنتاج واحد: ال3 ماتوا بسبب موجة عملاقة. طب ايه اللي حصل؟ النظرية بتقول ان دوكات ومارشال نزلوا لمنصة انزال السفن عشان يحاولوا يثبتوا بعض المعدات بعد العاصفة ما حصلت. الموجة العملاقة ضربتهم فجأة، فماك أرثر اللي كان معروف انه شخص عصبي وسريع الانفعال شافهم في خطر، فلبس الجاكيت الوحيد المتاح واندفع في حالة فزع لإنقاذهم، والموجة ضربت ال3 وسحبتهم للبحر. الحقيقة التفسير ده كان منطقي، بس ما فيهوش إجابة على كذا سؤال. ليه سابوا الأكل على الترابيزة؟ وليه كتبوا ملاحظات غلط عن الطقس؟ وليه دوكات كتب كل شيء كويس وإضاءة المنارة فضلت مطفية؟ وطبعا الغموض ده فتح الباب على نظريات كتير جدا، منها مثلا إن دونالد ماك اللي هو عصبي دخل في نوبة جنون وقتل زمايله الاتنين وبعدها رمى نفسه في المحيط، وده بيفسر الكرسي المقلوب. أما تاني نظرية، بعض الناس بتؤمن إن في كائنات بحرية عملاقة أو سفينة أجنبية عدت على الجزيرة وخطفت الحراس لسبب مجهول. والنظرية التالتة إن السكان المحليين بيؤمنوا إن الجزيرة مسكونة بأشباح الصيادين، وإن الأشباح دي هي اللي سحبت الحراس.
حقيقة نظريات كتير، لكن لغز منارة فلانان فضل مكان للرعب. الأبواب المقفولة من جوه ووجبة العشاء اللي مأكول نصها بتفضل دليل على كارثة مرعبة ومفاجأة، سواء كان سببها الطبيعة أو شيء أسوأ. ولكن بيتبقى سؤال مهم: إيه اللي خلى التلات أشخاص دول يسيبوا الأكل ويهربوا في الضلمة؟ وهل الكذب في ملاحظات الطقس كان محاولة لإخفاء سر أعظم؟